اللواء. بايه لما الاخوان مسكوا البلد؟ نعم. حسيتي بايه لما الاخوان مسكوا البلد؟ انت ليه بتقلب في المواجع؟ انا عايز انا مش عارف ليه بحس ان عينك فيها كده يعني دمعه، فيها حزنه كده ليه؟ ده اكيد لما تجيب سيره زي دي يعني كنت حاسه بظلام. يعني الحمد لله ربنا مم. خرج مصر للنور، لان مصر مذكوره في القرآن طبعا. ومذكوره في الانجيل، ومصر دي ام الدنيا، ما ينفعش كانت تبقى بالشكل ده. تضيع. وكنا كلنا حزانه يعني. الموضوع ما هو ده اللي خلاني اخد اجازه من الفن وحسيت ان انا ليا دور ولو قد كده. لازم العمل اقف. السياسي. وخلي بالك يمكن انا في حاجات كتير انا مش حابه اقولها، بس يا جماعه بس دي فتره تقولي. بالنسبه لنا كانت فتره صعبه جدا جدا على كل المصريين. والحمد لله ان ربنا فعلا يعني احنا خرجنا من عنق الزجاجه بالعافيه باراده ربنا سبحانه وتعالى. مم. احنا خرجنا من عنق الزجاجه باراده ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت بنام وانا قلبي بحس انه واقف مش شغال. اقسم بالله العظيم كنت كل يوم ببقى نايمه على المخده بعيط ورحمه ابويا وامي في الفتره دي. سواد الدنيا وحزن الدنيا، وبص يعني اللي انت شايف دمار، شايف دمار. فاهم يعني ايه دمار؟ ايوه. فلا ده انا كنت في الفتره دي، وده اللي خلاني هي شخصيتي كده. ده اللي خلاني ان انا اقول لا يا هند خدي اجازه من الفن، لما تحبي ترجعي ترجعي في اي وقت، حتى لو كبرتي شويه مش مشكله، هتعملي الادوار بتاعت سنك. فده اللي خلاني فعلا اتمسك ان انا اخدم بلدي بقى واخدم المجتمع المصري والمواطن واوضح وافهم واقعد اتكلم ونعمل ندوات ونقول ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش، وجهه نظر طبعا، وايه اللي ممكن يبقى صح وايه اللي ممكن يبقى غلط يعني بوجهه نظري انا يعني. فعايزه اقول لك ان ده من ضمن الاسباب اللي خلتني ابعد عن الفن، ان انا حسيت ان بلدي في مأزق. وانا حتى لو جبت قشايه كده وسندت بالقشايه دي عشان بس ما حدش يقول لك هي عملت ايه وما عملتش ايه، لا الحمد لله انا عملت كتير وانا راضيه عن اللي انا عملته. ولكن حتى لو حاجه بسيطه قد كده يبقى انا شاركت. ده اللي خلاني ابعد عن الفن عشان تبقى عارف.